السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان. قرارات جديدة وحلقة ساخنة النهاردة. الكابتن محمود الخطيب ينهي عمل لجنة التخطيط بقيادة كابتن زكريا ناصف ومختار مختار، ويسلم المسؤولية كاملة للكابتن محمد رمضان ومساعده كابتن محمد شوقي ولجنة السكواتنج تيم. يعني الكابتن محمود الخطيب أقال لجنة التخطيط اللي هي بقيادة الكابتن زكريا ناصف ومختار كابتن مختار، وبقى على أسد المسؤولية كاملة من الكابتن محمد رمضان ونائبه محمد شوقي ولجنة الاسكواتنج تيم بشركة النادي الأهلي لتقليص دور الجهات صاحبة القرار اللي بتتخذ القرار. كما علمنا برضو، كما تابعنا وشاهدنا، النادي الأهلي تأهل أول أمس على حساب الهلال السوداني 1-0 بهدف إمام عاشور من كرة طاهر محمد طاهر، عرضية طاهر محمد طاهر اللي ورا أروع. كما ودع النادي المصري أمس بضربات الجزاء الكونفدرالية. الزمالك ودع الكونفدرالية امبارح بالهزيمة بضربات الجزاء. كان هو كسبان هنا في القاهرة 2-0 واتهزم هناك في سيمبا في تنزانيا 2-0 في الشوط الأول. ضربات الترجيح نادي سيمبا التنزاني سجل 4 من 4. النادي المصري لعب 3 ضربات جزاء بس، ضيع ميدو جابر ومحمود حمادة. وكده نادي المصري ودع. ونادي الزمالك الهزيمة على أرضه 1-0 ودع البطولة. أما بقى بالنسبة لصفقة كابتن محمود الونش، حتى هذه اللحظة اللي بسجل فيها الحلقة كابتن محمود الونش لم يوقع على أي عقود انتقال للنادي الأهلي. لم يوقع على أي عقود انتقال للنادي الأهلي. الزمالك أو نادي الزمالك وكابتن ميدو عرفوا إن اللاعب غضبان، وفي جلسة خلال الساعات القادمة مع الونش للتجديد، تحديد الجهة بتاعته، هيجدد ولا مش هيجدد. مش هيجدد يبقى هيوقع على النادي الأهلي. والأمور يعني المفاوضات شغالة، على فكرة المفاوضات شغالة. دي قصة الونش. توقيع عقود، مفيش توقيع أي عقود لحد تاريخه، لحد دلوقتي مفيش توقيع أي عقود بين الأطراف، شركة النادي الأهلي والنادي الأهلي ومحمود الونش. مفيش أي عقود توقعت حتى الآن. امبارح طبعا نادي الزمالك شالوا صور أحمد سيد زيزو أو زيزو من الملاعب، وكانوا بيدسوها بالجزم. طبعا أسلوب غير لائق. هما بيحمل كابتن حسين لبيب طبعا. أول ما لقى الأمور بدأت تهرب منه، جاب الكابتن ميدو وحازم إمام وحطهم في السوق. كابتن حازم إمام بيقول أنا عندي شيكات مفتوحة إن أنا همضي أي لاعب. طب ما هو اللاعب كان عندك. إحنا في عصر احتراف، اللي أنا عايز أوصله لأي جمهور، إحنا في عصر احتراف. عصر الاحتراف ده أنا ما بمتلكش اللاعب. اللاعب دلوقتي بيبص لمصلحته واتجاهها رايحة فين. أنا ليا مستحقات متأخرة. طب ما النادي الأهلي الرواتب اللعيبة بتوصل لحد يوم واحد، اليوم المحدد فيه بتنزل في حسابهم في البنوك، ما بيأخرش. ومن حق اللاعب، أي لاعب سواء من الأهلي ينتقل للزمالك أو من الزمالك ينتقل للأهلي. فكان أسلوب غير حضاري. والهتاف اللي كان لأحمد سيد زيزو، طبعا الهتاف اللي أنا ما أقدرش أقوله، كان هتاف حاجة منتهى قلة الأدب خالص، يعني سامحوني في اللفظ. كان نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك طبعا مش عارف يعني. طب ليه؟ هو مين اللي بيدمر في نادي الزمالك؟
الدولة؟ لا طبعا، مش الدولة، وبدلايل انت بتقيد وعليك ديون. انت بتاخد الرخصة تلعب في بطولة افريقيا وعليك ديون. كل الغرامات اللي بتطبق عليك ما بتسددهاش. بينما ان النادي الاهلي ما بيأيدش اي لاعب الا اللي بيدفع له عليه. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مجلس اداره فقط لا غير. ولو جه حد عنده حب وعنده شغف وعنده انتماء لنادي الزمالك فعلا، والله العظيم هيعمل. انت مش هتعمل النهارده، مش هتاخد دوري السنه دي، مش هاخد دوري لمده 3 4 سنين، بس هعمل فريق. مش هاخد دوري لمده 3 4 سنين، مش هاخد بطولات، مش مشكله، بس بنيت لقدام. مش انا باجي بسمسر باخد عمولات باخد دي، لا. مش انا جاي ان أنا امسك نادي الزمالك عشان اطلع في الاعلام افضل اشتم في ده وهزق في ده واتكلم على ده واتكلم على ده واتكلم على ده، لا. انت جاي تمسك نادي الزمالك يبقى انت من محبين نادي الزمالك. انا اهلاوي، بس والله صعبان عليا اللي بيحصل في نادي الزمالك، بغض النظر عن صفقه زيزو صفقه الونش، بغض النظر. الكابتن سيد عبد الحفيظ قالها، ما تضمنش اي لاعب يقول لك انا بحب الفالنه، انا بحب النادي، انا ولاء للنادي، انا ابن النادي. اضمنك لما تمضي لي على عقد. حبك للنادي وانتمائك للنادي ان انت تمضي على عقد، ما تتشرطش على النادي. اكرم توفيق قال لك انا ليا شروط، انا ليا شروط، و90% مضي في الشمال القطري. كل الناس عارفه الكلام ده. هل النادي الاهلي نزل صور وداس عليها وجمده؟ لا، ما جمدوش. اللاعب يلعب عندي، مش انا اجهز زي ما بيتقال انا هلاعب زيزو عشان اجهزه للنادي الاهلي ياخده جاهز، لا طبعا. فالرساله دي لمجلس اداره نادي الزمالك، اختاروا صح. الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك اختاروا اللي يمسككم صح، بكل المساوئ اللي انتوا بتقولوا عليها. كان حاليا دلوقتي كان عليها مرتضى منصور، كان بيحافظ على اللعيبه، ما كانش حد بيقدر يتكلم. كان عامل فريق، كان عامل فريق كان عامل فريق الاحلام في نادي الزمالك زي ما بتقولوا. هي قصه، دي كوره. القصه ان دي كوره ودي انديه. النهارده مين السبب في ديون نادي الزمالك اللي اتجاوزت المليار وكسور؟ ما بين ضرائب، ما بين لعيبه، ما بين مستحقات لعيبه، ما بين تاخيرات لعيبه حاليين، ما بين شكاوى في الفيفا، المدربين مشيوا، اللاعبين مشيوا. مين السبب في ده كله؟ النادي الاهلي مؤسسه. ده الفرق. النادي الاهلي مؤسسه كرويه صح. لو انت حسبتها هتلاقيها صح. انجح منظومه انجح منظومه في مصر حاليا في جميع الانشطه، رياضيه اجتماعيه فنيه ثقافيه، هتلاقي النادي الاهلي. ليه؟ لان هو مؤسسه. انا في الاجتماعات المغلقه ممكن نبقى قاعدين مثلا اعضاء مجلس الاداره، قاعدين مثلا قاعدين 4 5، واحد اختلف في الراي واتفقوا على راي واحد، بيطلع اللي اختلف ده اول واحد بيدافع عن القرار، بيدافع عن الراي. والمشكله والعقبه في نادي الزمالك اعلام نادي الزمالك اللي هو بيصدر الصوره الخطا لنادي الزمالك. اي واحد زملكاوي، اللي انا بحترمه وبحترم جمهور نادي الزمالك كله، اي واحد زملكاوي قعد مع نفسه وحسبها صح، هيبص هيلاقي الاعلام ذات نفسه بيضلله. الاعلام ذات نفسه هو اللي بيضلل له الرؤيه بتاعته، بيبث له معلومات زي السم في العسل، زي السم في العسل. انا النهارده احافظ على لعيبتي، انا النهارده جاي المكان ده متطوع،
في رجال أعمال كبيرة وكتيرة كمان بتحب نادي الزمالك وعاشقة نادي الزمالك وبتساعد وبتساند. ما استغلتهاش، ما استغلتش إن أنا أنمي موارد نادي الزمالك. المفروض انتوا كجمعية عمومية وجمهور نادي الزمالك انتوا اللي تفهموا الموضوع صح، شيلوا الغمامة اللي على عينيكم وافهموها صح. وانا مش هتكلم كتير في الموضوع ده، انا قلت اللي عندي والرسالة اللي انا حبيت اوصلها، ان ده كورة في الاخر، ما تستاهلش ان انا اشتم لاعب بامه او ابوه او زوجته، او ان انا اجيب صور اللاعب وادوس عليها بالجزمة، وان انا اتكلم واقول الاهانات دي كلها لزيزو. طب ما زيزو قدامكم، احنا لنا 3 سنين، ليجوا 3 سنين في قصة زيزو. زيزو جدد، زيزو مش هيجدد، زيزو جدد، زيزو مش هيجدد. ما مضتش اللاعب لسه السنة اللي فاتت، ما مضتش ليه اللاعب في يناير على عقد سنتين، على عقد 3. فما ضيعوش وبعد كده اقول لك ده زيزو، ده زيزو اللي غلط، ده زيزو بس. انما النادي الاهلي طبعا في حتة تانية، وصفقات كتير جاية. النادي الاهلي ملف الصفقات ما اتقفلش، مصريين واجانب، مصريين واجانب. وفي مسؤول في نادي الاهلي سافر امبارح هيخلص صفقة كبيرة، هتلعب في كأس العالم بس. زي ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة، إن في أحد من المسؤولين في لعيبة جاية النادي الأهلي 3 على سبيل الإعارة لكأس العالم بس. واحد أوروبي وواحد إيطالي وواحد أفريقي. الأفريقي ده مدافع، الأفريقي مدافع. الأوروبي والإيطالي، الإيطالي ده كبير جدا وبمبلغه ضخم. الإيطالي مبلغه ضخم، والأوروبي في تفاوض حاليا، والمفاوضات شغالة للتخفيض المبلغ. بس في عقد رعاية كمان جاي للنادي الأهلي في مباريات كأس العالم بس، هيحط العلامة على التيشيرت، علامة الشركة هتتحط على التيشيرت مقابل 8 مليون دولار، مقابل 8 مليون دولار. الأهلي رافض، الأهلي عايز 10 مليون دولار. النادي الأهلي عايز 10 مليون دولار، وهم واقفين عند سقف 8. وإن شاء الله هيبقى في تفاوض وهتخلص قريب، وهكون أول واحد أقول لكم عليها بإذن الله. فالأخبار كتير، وملفات الصفقات ما اتقفلش لسه. والنادي الأهلي والكابتن الخطيب مش بخيل، الكابتن الخطيب خلاص فتح الخزاين، فتح خزاين النادي الأهلي على مصراعيها زي ما بيقولوا، والتدعيمات كتير، وهنشوف فريق يليق بالنادي الأهلي بإذن الله. واستنونا في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.